مع احترامي لكل واحد بيقول كلمه هيدن جيم، معلش يا جماعه، كلمه هيدن جيم اتعملت عشان المكان ده. هندي، امريكي، اسيوي، ايطالي، مصري. ولو انت بقى فاكر نفسك صايع وتعرف كل حاجه عن الباستا، لا خالص، ده انت فايتك كتير قوي. فسيف وشير للفيديو ده عشان انا واثق بعد الفيديو مش هيبقى هيدن جيم خالص. المكان اسمه باستا فاكتوري، وهقول لكم في الاخر العنوان بالتفصيل. عنده اوبشنز كتيره قوي من الباستا وحاجات كنت اول مره اجربها، فتعال نشوف ايه اللي جامد وايه اللي عادي واي كلام. يلا بينا. نخش على المصري، مكرونه بشاميل. الجامد ان هي بتتعمل فريش باي اوردر. مكرونه باللحمه المفرومه، بينزل عليها صوص البشاميل، قلب كل الكلام ده كويس وانزل بقى بالبشاميل لوحده، بعد كده المكرونه اللي بالصوص، وانزل على كل ده بصوص بشاميل كتير مع رشه موتزاريلا، هوب في الفرن عشان تطلع بالحلاوه والجمال ده. ناخد كده بقى ونحط في الطبق. بسم الله. طعمها جامد وخفيف، خفيفه قوي كمان. كنت لسه اقول لكم ان البتاعه دي كبير، ممكن تشيروا فيها انتوا 2 3. بصوا، هو السر هنا في الفيلنج، الريسبي بتاعت الفيلنج، اللحمه المفرومه، تتبيلتها لا 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 ولا كلمه، طعمها خطير. نخش بقى على الايه، على الايطالي، باستا بيستو. باستا بصوص البيستو وعليها جريلد تشيكن. يلا بينا بقى كده، بسم الله. ناخد كده ايه باستا الاول، لف كده يا باشا مع صوص البيستو الريحان. صوص البيستو قوي قوي جامد يعني ريتش. ناخد بقى ايه جريلد تشيكن على الباستا. بسم الله، جامده قوي. نخش على الهندي، اوبا، تشيكن تندوري. اول مره في حياتي اكل باستا تندوري. الباستا بينا عليها تشيكن تندوري. ناخد كده الباستا الاول لوحدها. بسم الله. ايه التوابل دي؟ طعمها خطير. اللي بيحب الانديان فود، لا لا الطبق ده مش عالمي، الطبق ده خطير. ناخد ايه بيس كده تشيكن تندوري الاول. بسم الله. فراخ طعمها حلو قوي. ناخد بقى كده ايه فراخ مع الباستا كامله متكامله. لا لا الطبق ده خطير، اصيع باستا كلتها في حياتي تقريبا. ايطالي جامدين، هندي جامدين، واظن هم الوحيدين اللي في مصر اللي بيعملوا الطبق ده. قولوا لي في الكومنتس لو في حد بيعمل باستا تندوري. نسيت اقول لكم صحيح ان كل انواع الباستا بتتعمل عندهم فريش باي اوردر، ولو انت عايز تعيش الاكسبيرينس كامله ممكن تقوم تحضرها زي ما انا عملت. دي بقى باستا رافيولي فرايد، بتتقطع كده وبتتقلي، بتطلع بالمنظر ده. بيجي معاها كاب سويت شيلي. ندب كده بقى ايه صوص سويت شيلي. بسم الله. جواها جبنه، طعمها خطير والله. نخش بقى على الامريكي، مكن تشيز بس بالجمبري. ناخد شوكه فيها جمبري كده، اوبا اوبا اوبا. بسم الله. لا الماك تشيز عندهم حلو قوي صراحه، لا جامده يعني. اجمل حاجه فيها ان هي مفيش جزعان خالص، يعني الماك تشيز اصلا بيبقى اوفر دوز جبنه، فانا بالنسبه لي ممكن اخلص الطبق ده عادي. كميه الجمبري تمام، حجم الجمبري حلو، ماك تشيز مظبوطه. ان انا في النص بقى طبق بالنسبه لي غريب، يعني اول مره اشوف حد بيعمله، وتقريبا مفيش حد بيعمله في مصر غيره. فرايز ماك تشيز عليها فرايد تشيكن، عليها موتزاريلا في الوش، يعني الصراحه كميه حاجات على بعضها. ناخد كده شوكه فيها كل حاجه، فرايز وباستا ماك تشيز وفرايد تشيكن وموتزاريلا. شد يا باشا وبسم الله. عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان هي ممكن تعجبني، يعني ماكن تشيز مظبوطه، مفيش حاجه بتجزع. فرايز مع الموتزاريلا مع الفرايد تشيكن، لا الصراحه هو غريب وجديد واول مره اكله وعجبني. دي بقى وان بوت سي فود، عباره عن جمبري وكاليماري مع توابل، كل ده بيتقلب في بعضه، وبعد كده بنسيح الزبده وننزل بقى باللبن والكريمه وصوص الجمبري المفروم عشان يبقى بينك صوص زي ما قال الكتاب، وانزل بقى بالجمبري والكاليماري على الصوص، وبعد كده الفوتوتشيني وقلب قلب قلب قلب، وفي الاخر بقى صوابع كابوريا وقلب كل الكلام ده في بعضه عشان ينزل ويبقى بالحلاوه والجمال ده. يلا بينا بقى كده، بسم الله. اوبا اوبا اوبا. هناخد بقى شوكه فيها كل حاجه كده. بسم الله. انت تحسها بتاكلها من مكان بيعمل سي فود. الصوص اللي معمول بيها البينك صوص ده صوص تقيل، طعمه ريتش قوي، يعني جمبري بتاكل بقى بينك صوص حاجه على حاجه عشان يعمل اللون ده، لا هو جمبري مفروم حرفيا. لو عشاق السي فود هو ده قوي قوي. طبعا ما ينفعش ما اجربش اللازانيا، بتتعمل فريش برضو باي اوردر. اول حاجه بينزل بالوايت صوص، بعد كده اللازانيا، وبعد كده وايت صوص تاني، بعد كده اللحمه اللي بالريد صوص مع صوص البيستو. نفرد كل الكلام ده كويس، بعد كده رشه برمجان وانزل باللازانيا، ونعيد الكلام ده كله تاني لحد اخر لير. بتاخد وايت صوص وموتزاريلا بس، هوب في الفرن عشان تطلع بالعظمه دي. ارفع بقى كده، يا لهوي على الجمال. يلا بينا ناكل. لا 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 المكان ده مش طبيعي. بتاكل لازانيا معموله فريش باي اوردر، الفيلنج اللي جوه اللازانيا كتير قوي، والريد صوص طعمه حلو مع البيستو. لا اللازانيا دي خطيره. عايز اقول لكم انا لو في دماغي 3 اماكن بيعملوا لازانيا جامده، باستا فاكتوري هيبقى التوب. نخش بقى على الاسيوي، تشيكن نودلز. نودلز مع فرايد تشيكن مع رشه سمسم. يلا بينا ناخد شوكه فيها كل حاجه. بسم الله. هي دي مش سويت اند ساور ولا صويا صوص لوحدها، هو ميكس الاثنين مع بعض، فالطعم بالنسبه لي لا يعني كل حاجه لوحدها تبقى احسن بكتير. طاغي اكتر الصويا صوص، فانا بالنسبه لي الصويا صوص اصلا ما بحبوش، انا بحب التشيكن سويت اند ساور بس، سويت شيري الكلام ده كله. بس هي كنودلز لوحدها تمام، بس الميكس الصوص اللي على بعضه ده ما جاش معايا خالص. ونحلي بقى في الاخر بباستا تشوكلت. باستا تشوكلت بتتعمل كده فريش قدامك، في الاخر بتنزل في صوص الشوكلت في الطبق مع فراوله مع رشه بيستاشيو. ناخد بقى كده ايه شوكه نغرقها في صوص الشوكليت كده. نقط نقط نقط. اوفر دوز شوكليت. صوص الشوكليت حلو بس خفيف، يعني زي ما انتم شايفين كده ايه بينقط، مش يعني قوامه مش ايه مش قوي، يعني لو تقيل شويه حاسه هيبقى اجمد، بس كفكره هي صعبه قوي صراحه. اوفرول لطيفه. من الاخر باستا فاكتوري عنده اوبشنز كتير قوي من الباستا يعني، والباستا فريش بتتعمل قدامك، فالصراحه اوبشنز حلوه وطعم حلو، وكواليتي الفيلنج الكواليتي الانجريدينتس اللي بيستخدموها خطيره خطيره خطيره. الباستا التندوري الهندي
ولا كلمه. ممكن اجي مخصوص عشان الباستا التندوري دي. يعني المكان ده بكل اللي انتم شايفينه من ديكوريشن واوبشنز وفرايتي وانواع باستا بقاله 7 سنين بالمنظر ده، مش ايتمز جداد ولا فكره جديده ولا حاجه، لا ده هو من زمان سابق بخطوات كتير قوي. الصراحه هو ده اللي يتقال عليه هيدن جيم. فبخت سكان مدينه نصر بيه. وعنوانه بالظبط مدينه نصر في شارع عبد الرازق السنهوري، مكانه كده قبل الكوبري، ممكن يكون متداري سيكا بس هو هيدن جيم حرفيا. يعني يستاهل تيجي ويستاهل تعمل شير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك عشان تقول له تعالى ناكل باستا باوبشنز بطعامه بحلاوه ولا كلمه. فشير وسيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل اقول لك كل فيديو مش هقرا حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام. الحمد لله.